لو بتلاقوا حروف السجاد متنيه بالشكل ده وخصوصا بعد ما بتغسلوه في البيت او بعد ما بيجي من المغسله، ده حل سهل وبسيط جدا هتقدروا تخلوه دايما مفروض على الارض بكل سهوله. هتجيبوا من اي حد بيبيع اكسسوار سيارات وهتقولوا له احنا عاوزين لزق دبل فيه، هتقصوا منه قطعه صغيره وبعد كده هتلزقوه في حروف السجاد وبعد كده هتلزقوه في الارض. وكمان هو حل كويس جدا هتقدروا تثبتوا بيه السجاد الخفيف او المشايات الصغيره، ده عشان لو عندنا اطفال او عندنا ناس كبيره في السن قدر الله ممكن وهم بيدوسوا عليه يزحلقوا. ولو حبيتوا تشيلوه في اي وقت بيكون سهل جدا ان هو يطلع من مكانه. ما تنسوش تعملوا شير عشان غيركم يستفاد. لو بتلاقوا حروف السجاد متنيه بالشكل ده وخصوصا بعد ما بتغسلوه في البيت او بعد ما بيجي من المغسله، ده حل سهل وبسيط جدا هتقدروا تخلوه دايما مفروض على الارض بكل سهوله. هتجيبوا من اي حد بيبيع اكسسوار سيارات وهتقولوا له احنا عاوزين لزق دبل فيه، هتقصوا منه قطعه صغيره وبعد كده هتلزقوه في حروف السجاد وبعد كده هتلزقوه في الارض. وكمان هو حل كويس جدا هتقدروا تثبتوا بيه السجاد الخفيف او المشايات الصغيره، ده عشان لو عندنا اطفال او عندنا ناس كبيره في السن قدر الله ممكن وهم بيدوسوا عليه يزحلقوا. ولو حبيتوا تشيلوه في اي وقت بيكون سهل